السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات لو شفتوه كنا عملنا مع بعض المارشميلو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الفيديو ده برضو هنعمل الكاندي بمكونين 2 بس. اعملي بقى كل الاشكال والالوان اللي تفرح الاطفال وبطريقة مفيش اسهل ولا ابسط من كده. شايفين كل الكمية اللي عندي دي عملتها بمكونات بسيطة جدا زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. عندي 3 بواكي من الجيلي النكهات اللي انتي تحبيها. انا جبت فراولة وجايبة مشمش. هناخد كده اول باكو منهم. مجهزة 3 اطباق، في كل طبق معلقة علشان ما ندخلش الالوان على بعضها. هحط باكو الجيلي الاول في الطبق، هحط عليه معلقتين صغيرين من السكر واحط عليه معلقتين صغيرين من الجيلاتين البودر، بس تكون معلقة مليانة يعني صغيرة هرمية زي ما انتوا شفتوا كده. بس كده هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم كوباية صغيرة من المية المغلية تكون سخنة جدا. بلاش الكوباية الكبيرة بتاعة الشاي، يعني كوباية بتاعة القهوة كده او اكبر شوية. يا اما لو هتستخدمي كوباية الشاي العادية هتستخدمي نص كوباية. هقلبهم كده لحد ما الجيلاتين والسكر والجيلي يدوبوا كويس قوي في المية. هجيب بقى حاجة عندي ليها حرف زي كده اقدر ان انا اصب منها من غير ما اوقع بره. هفضي فيها الجيلي اللي انا عملته ده، ومجهزة قوالب سيليكون بقى الاشكال اللي انتي حباها. وهقولك كمان في الفيديو لو ما عندكيش قوالب سيليكون ممكن تعملي ايه. حطها على صينية عشان اعرف اشيلها بعد كده. وبفضي بقى الجيلي اللي انا عملته ده في القوالب بالشكل ده. هاخد بقى باكو جيلي تاني، المرة دي هعمل بالفراولة ونفس الخطوات بالظبط اللي عملتها المرة الاولانية هكررها تاني. هفضي باكو الجيلي في الطبق وعليه معلقتين صغيرين من السكر ومعلقتين صغيرين مليانين من الجيلاتين البودر وكوباية مية مغلية صغيرة، وهقلبهم على بعض. وبرضو هصبهم في القوالب السيليكون اللي عندي. واخر واحد هو برضو كان بالمشمش، بس انا حبيت ان انا اغير في لونه عشان يبقى عندي الوان مختلفة. فحطيت معاه حاجة بسيطة جدا من الوان الطعام. حطيت لون اخضر كده شوية صغيرين، وبرضو معلقتين السكر ومعلقتين الجيلاتين وكوباية المية المغلية الصغيرة. انا هنا عندي القوالب السيليكون ما كفتش الكميه كلها، او لو انتي ما عندكيش قوالب سيليكون اصلا ففضيت الكميه اللي فاضله في علب تلاجة مربعه زي ما انتوا شايفين كده، وهوريكم هنعمل فيها ايه بعد كده. هدخلهم التلاجة يفضل ليله كامله او مش اقل من 4-5 ساعات علشان تتاكدي ان هو تماسك معاكي كويس، ولو بيتيه من بالليل هيكون افضل. هبدا بقى دلوقتي ان انا اطلع الاشكال اللي انا عملتها. بصوا شايفين متماسكه والشكل واضح. طيب ده بالنسبة للقوالب السيليكون. بالنسبة للي في العلب بقى هعمل فيه ايه. بسكينة صغيرة كده بسلك الجناب بتاعته وبقطعه خطوط كده طويلة، وبخرجه بمنتهى السهولة من العلبة. العلبة مش دهنها اي حاجة خالص، ممكن تسيبيه كده طويل زي ما انتي شايفة، او ممكن تقطعيه مربعات صغيرة. بيطلع من العلبة بمنتهى السهولة، وزي ما قلتلك العلبة مش مدهونة اي حاجة خالص. شايفين بقى الجمال؟ دي كل الاشكال اللي عملناها. عملنا الشكل الطويل وعملنا كيتي وعملنا المدور ده والمربع. حاجة كده بسيطة وسهلة والاطفال هتحبها جدا. كده الفيديو خلاص، ان شاء الله يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.